ومرحبا بكم أخوتي أخواتتي. العطلة الصيفية على الأبواب، ونتمنى باش تقضيو هاد العطلة نتوما وليداتكم على أحسن ما يرام وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد سلطة الجزر أو الجزر المشرمل على الطريقة المغربية، تتكون صيفية 100%. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. سلطه تاع الجزر او خيزو او الزروديه. كنحتاجو له واحد الكيلو تاع الجزر، واحد نص كيلو تاع الطماطم المهروسه، الملح 3 أو 4 فصوص ديال الثوم، 3 المعالق تاع القزبر المعدنوس. ناحيه البهارات كنحتاجو القرفه واحد المعلقه صغيره، الفلفل الاسود واحد نص معلقه، وقليل من الهريسه على حسب الذوق، واحد المعلقه تاع صغيره تاع السكر. انا رديت الجزر هنا باش يتسلق، لكم الاختيار على بغيتو ديروا كذلك تفوروه. انا غنسلقو، درت شويه الملح وغنخليه يتسلق واحد 20 دقيقه، وان شاء الله نرجعو باش نكملوا تتمه التحضير تاع هاد السلطه. غادي ناخذ مطيشه ديال الكرطون وغادي نديرها في الطنجره، وانتم كانت عندكم مطيشه طريه غتشدوا طحنوها كتكون احسن فاحسن وتستعملوها. كنزيدو عليها الثوم، دير 4 الفصوص ديال الثوم شديتو حكيتهم. كذلك غادي نزيد العطريه، الفلفل الاسود والقرفه، وكذلك الهريسه. والهريسه كتكون حسب الذوق، اللي ما تياكلهاش ما يديرهاش. وغادي نزيد ديك المعلقه صغيره تاع السكر، والسكر تديروها باش كنحيدو ديك الحموضه ديال المطيشه، وخاصه الا كانت مطيشه الطريه كنزيدو الملح حسب الذوق. انا عندي مطيشه فيها تاع العلبه فيها الملح، وكذلك سلقت الجزر بالملح. غادي نزيدو الزيت، واحد 3 الملاعق تاع الزيت، وانتم حسب الذوق، ولا كان زيت زيتون تكون احسن فاحسن. غادي نستناو حتى المطيشه تشرب من الماء، ما يبقاش فيها الماء والو وتختار، عاد نرجعوا ان شاء الله نكملوا تتمه التحضير. ملي مطيشه طابت وما بقاش فيها الماء، غادي نزيدو عليها داك الجزر اللي كنا سلقناه ونشفناه من الماء. نزيدو داك القزبر المعدنوس نزيدو كامل، نخلطو مزيان. غادي نخليها تشرب شويه، راه باقي فيها شويه الماء. ذوقوا الملحه، شوفوها واش هي هذيك. اللي بغى يزيد لها واحد شويه زيت عود، زيت زيتون، واحد المعلقه ولا جوج. غادي نخليو الجزر فوق النار مده 5 دقائق ولا اكثر حسب الماء الا باقي فيها، حتى تشرب لنا الماء كامل، ما يبقى فيها حتى نقطه تاع الماء، وتشرب لنا كذلك هذيك التشرميله. ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. هذه هي سلطه ديال الجزر رافقتها بقضبان ديال الصدر ديال الدجاج. كتجي هاد سلطه رائعه جدا، كنتمنى باش تجربوها، ولا عجبتكم ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. خوتي وخواتاتي، الا كنتو مازال ما تشاركتوش في القناه ديالي تشاركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك، صابوني سبسكرايب، وما تنسوش الجرس. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.